أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، والمرة دي هننزل تأليف أول حلقة من قصة الوحوش. وطبعا يا أعزائي المتابعين، وبالمناسبة إن إحنا كنا قايلين إن قصة الوحوش هي قصة جديدة هيتم تأليفها وتنزيلها في شهر رمضان، بس في مشكلة كبيرة حصلت للمرة التانية في الإنترنت، والمشكلة دي مش عارف هي جاية تحصل في الوقت ده ليه. سبحان الله، هي قصة جميلة وتأليفها حلو، بس حرفيا التوقيت كان غير مناسب. فأنا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. أعزائي المتابعين، الفيديو بتاع الحلقة الأولى من القصة أنا بصوره دلوقتي في أول يوم رمضان، لسه الفجر مأذنش ولسه ميعاد السحور مبدأناش، ولكن حصل عطل تاني في الراوتر اللي هو أساس النت، وهو اللي بيه بنزل لكم الفيديوهات. فمعلش يا أعزائي المتابعين، الحلقة دي بس أنا هنزلها، وبقية الحلقات هتتأجل تاني لحد لما نشوف مشكلة الإنترنت. ومن هنا لحد ما نشوف مشكلة الإنترنت دي تاني، فطبعا يا أعزائي المتابعين أي تأخير في تنزيل الفيديوهات بتاعت القصة دي هيتم إصدار التأليفات بعد إصلاح العطل مباشرة. وأنا سبق وقلت في القناة في بوست إني الموضوع ممكن ياخد فترة من 1 إلى 10 رمضان. فالفترة دي احنا في الفترة دي احنا مش هننزل تأليف للقصة. بعتذر عن الدوشة اللي بتحصل في الفيديو ديت، بس يا أعزائي المتابعين، احنا في الوقت الحالي قصة الوحوش اللي هي القصة الجديدة اللي أنا قررت ألفها. والقصة دي فكرتها جاتلي منين بقى؟ تعال أقول لكم منين. لأن عشان تفهم الحكاية لازم تعرف أصل الحكاية. أصل الحكاية يا أعزائي المتابعين، إن أنا كنت بتفرج على فيلم، كان فيلم خيال علمي مليان وحوش مرعبة. فالفيلم ده هو اللي زرع في دماغي فكرة تأليف قصة الوحوش. وطبعا يا أعزائي المتابعين، أول حلقة من القصة قد تبدو طويلة، ولكنها جميلة ومتميزة جدا. بدون طبعا ذكر أسماء، إلى أن في شخصيات تم ذكر أسمائها، والشخصيات دي يا أعزائي المتابعين هي شخصيات من القصة. في شخصيات في القصة مش هتكمل القصة، في شخصيات هتكمل معانا على مدار القصة. طيب، في أحد المتابعين سألني، والسؤال ده أنا صراحة مش عارف أقول لكم إيه، بس المتابعين اللي سألوني هل القصة هتكون 30 حلقة من التأليف ولا هتكون 15 حلقة من التأليف؟ صراحة يا أعزائي المتابعين، السؤال ده محير جدا. وعلى الحقيقة وعلى الجد
أنا كنت في البدايات متفق جدا إن يتم تأليف القصة 30 حلقة، لكن احتمال، وده احتمال مش أكيد، إن القصة تصبح عدد حلقاتها 15 حلقة فقط. ومش عشان أنا برخم أو بتضايق، لأ، أنا لو عايز أطول في القصة أطول، بس الفكرة يعني إن أنا شايف إن القصة هتبقى طويلة، فممكن قد تبدو مملة، بس إحنا مش عايزينها تكون مملة، إحنا عايزين القصة تكون جميلة ورائعة ومناسبة. أعزائي المتابعين، لحد هنا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأكيد إن شاء الله أكون اتكلمت في الفيديو ده عن كل التفاصيل الخاصة بقصة الوحوش، إن هي قصة خيالية وإن هي قصة جميلة جدا. الحلقات هنزل لكم دلوقتي حلقة رقم 1 في وقت تصوير الحلقة ده الساعة 2:03 يوم 19 فبراير. أنا هنزل لكم الفيديو دلوقتي، أيوة دلوقتي، فاعملوا حسابكم تكونوا صاحيين عشان تتفرجوا على الفيديو. طيب، اللي ناموا طبعا ناموا خلاص، فلما يصحوا على خير الصبح يغسلوا وشهم ويصلوا ويفطروا ويفتحوا الفيديو ويتفرجوا على التأليف الجديد. دعمكم هو الأساس يا أعزائي المتابعين. متنسوش طبعا إني اللي بعمله ده مش بعمله من فراغ، التأليف اللي بعمله ده ليه هدف أساسي، وهدفي الأساسي هو دخول مجال الفن ودخول مجال التمثيل. أتمنى ذلك يعني يا أعزائي المتابعين، فهو مجرد اجتهاد مني مش أكتر ولا أقل. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد عند لقاء آخر. مع السلامة يا أعزائي المتابعين.